Audio Jungle. Audio Jungle. هنا فوق كيتشن. النهارده يا جماعه جايه لكم بفيديو حلو قوي وهيعجبكم وهيهتم بيه كل البنات والسيدات. الفيديو ده عن جيم في بورسعيد. الجيم ده في شباب خريجين الزهور، امام عند جامع الشيخ منعم. انت تيجي بس عند جامع الشيخ منعم وتسألي عن الجيم ستيب اب، هيدلوك على المكان على طول. المكان دون للسيدات فقط والبنات. الجيم ده يا جماعة معمول للترفيه والتخسيس، وبتيجي تغيري مودك فيه وتظبطي الفورمة بتاعتك، سواء للنحافة، بيظبطوا في جسمهم ويظبطوا الفورمة، يعني للتخسيس وللنحافة. وعايزه تخسسي جسمك، معانا كباتن متخصصين وكباتن ممتازين جدا لخشونة الركب وعندك تعب في اسفل الظهر، عندك مشاكل في الظهر. كمان بالنسبه كمان للي عاملين تكميم المعده، يجوا برضك يشرفونا وينورونا هنا في الجيم. في جيم ستيب اب هتلاقي كل الاستعدادات بتاعتك. اللي عاملين عمليه تكميم المعده، الدكتور هيقول لها لازم تروحي تعملي رياضه يساعدك على التخسيس وعلى وعلى الفورمه بتاعه جسمك. والكباتن برضك بيبصوا لحالتك الصحيه ويعاملوا كل واحده وكل مشتركه على جسمها، وبيظبطوها. ومعانا الاوزان ولمقاومه الحديد لشد الجسم وللترهلات. وكمان في الجيم امان وخصوصيه. تعالي وشوفي بنفسك الخصوصيه والامان، مفيش كاميرات، مفيش تصوير، كل حاجه موجوده وبتخسي. ومعايا ناس كمان خاسه كتير، هتشوفوها في الفيديو اللي احنا هنصوره دلوقتي. وانا النهارده عاملين حفله الاداره عامله حفله بمناسبه مرور سنه على الجيم ستيب اب، فهتتفرجوا معايا على الفيديوهات. وكان كمان الناس اللي كانت بتصور كانوا عايزين يصوروا المشتركين، انا منعت، ممنوع عندنا التصوير نهائي، عشان الخصوصية وانت تبقي جاية وعارفة ان المكان امان لبنتك وليكي لنفسك. وكمان في اوضة خاصة للملابس وتغيير الملابس، كل حاجة امان. تعالي وجربي. والاشتراك ب250 جنيه، 3 ايام في الاسبوع و12 حصة في الشهر بالاجهزة. الاشتراك مدعم ويعني ارخص جيم في البلد، ارخص جيم في بورسعيد. تعالي وجربي بنفسك، هتلاقي الكابتن معاكي ومركزه معاكي ومع شغلك، بتهتم بكل واحده في الجيم وبتاخد بالها من كل مشتركه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برحب بكم في فيديو جديد. النهارده حبايب قلبي فيديو مميز جدا وهيعجبكم جدا، وخاصه الستات والبنات البورسعيديه، وهتعرفوا كمان شويه اشمعنى البورسعيديه. طبعا كلنا عارفين ان الرياضه شيء مهم جدا في حياتنا. كل واحد فينا لازم يمارس الرياضه يوميا، يعني حتى لو مده 10 دقائق ربع ساعه. الرياضه بتاثر جدا على صحه الانسان، وطبعا بتعمل على تنظيم التنفس وتنظيم ضربات القلب وتقويه العضلات والصحة العامة للجسم، وكمان بتدي طاقة إيجابية للجسم وليها فوائد كتير جدا. هتقولوا لي ليه بقى المقدمة دي؟ هقول لكم ليه. علشان احنا النهاردة موجودين في جيم سيدات اسمه ستيب اب في بورسعيد، وهنعرف العنوان من صاحبة الجيم. والنهاردة بعمل الفيديو ده بمناسبة مرور سنة على افتتاح الجيم الجميل ده. بصراحة أنا جيت يعني بقالي شوية قاعدة هنا وشايفة التمرينات وشايفة الكباتن والناس الحلوة اللي موجودين هنا. أنا طاقة إيجابية، وحسيت إن أنا كده خرجت من المود اللي أنا كنت فيه، ويعني بقضي وقت جميل جدا في الجيم ستيب أب اللي موجود هنا في بورسعيد. هنبدأ الفيديو النهاردة باستضافة مدام سميرة الخضيري صاحبة الجيم. اتفضلي يا مدام سميرة. الأول عايزين نتعرف بيكي أكتر للسادة المشاهدين. أنا صاحبة جيم ستيب أب. بقول لكل الستات وكل السيدات يعني يجوا ينوروني في جيم ستيب أب. الجيم أنا بس
عاملاه يعني هو عشان تغيير النفسيه والرياضه، وكل اللي عايز يجي يشتغل معانا اهلا وسهلا بيه. والمكان اللهم صل على النبي، شباب الخريجين الزهور عند جامع الشيخ منهل امام مدرسه زينب الكفراوي. والجيم عباره عن يعني كباتن ممتازين جدا، متخصصين اهم حاجه متخصصين في الاصابات وخشونه الركب والعلاج الطبيعي. لو واحده عندها انزلاق غضروفي، عندها مشاكل صحيه، هيناسبها قوي الكباتن متخصصين وفاهمين ودارسين. احنا من احسن الكباتن هنا في بورسعيد. وتعالى شوفوا كل الموجودين، بشكر كل الموجودين عندي في الجيم ومنوروني النهارده وشرفوني. حقيقي من احسن الناس في بورسعيد ومن احسن الناس في منطقه الزهور بالذات. شباب الخريجين اللي 5000، حتى المشتركين اللي معايا بسم الله ما شاء الله عليهم، الاحترام والاخلاق بقى كانهم اصحابي واخواتي وكل حاجه. وهم انت هتيجي وهتجربي معايا وهتشوفوا معاملتنا ازاي. عايزه اضيف لكلامك يا سميره ان كل واحده بتيجي الجيم هنا بتبقى مثلا عندها مشكله معينه، يعني اللي تخينه زي حالاتي كده، في واحده رفيعه، في واحده عندها مشاكل في الركبه، واحده عندها مشاكل في العمود الفقري، واحده عزكم الله يعني وشفانا الله وعافانا جميعا عامله عمليه. او حاله الكباتن اللي موجودين كباتن على كفاءه عاليه وتخصص طبعا تربيه رياضيه، وبيدرسوا الحاله ويعني بيوصفوا التمرينات وفقا لكل حاله بما يناسبها. يعني اللي حسب اللي يناسبك. وكمان احنا بنخصص الجيم من حاجه كمان يا جماعه، اللي تعبان يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللي تعبانه من الكانسر او عندها اي مشاكل في الصدر او في اي مكان فيه كانسر، بعد الشر عليكم يعني، الكباتن بتتعامل معاكم. واللي اكيد اللي فاهميني اللي هم بتوع امراض الثدي بالذات، الدراع بيكون تعبان عاملين فيه عمليه، الدراع ده كمان الكباتن الدكتور اصلا ذات نفسه بيقول لك لازم تعملي علاج طبيعي على الدراع. فالكباتن تعالي وجربي، الكباتن هتعمل لك علاج طبيعي على دراعك وعلى كل حاجه. هم متخصصين وفاهمين ودارسين يا جماعه. شرفونا ونورونا في المكان. ربنا يجعله كده ادم السعد عليك يا مدام سميره. وانا برضو بضم صوتي بصوت مدام سميره، وبدعو كل واحده بورسعيديه وساكنه قريب من المكان هنا ما تتردديش وتعالي بسرعه جيم ستيب اب. ستيب اب يعني للسيدات فقط، للسيدات والبنات للامان. يلا بينا كلنا نخطي خطوه للامام ونيجي جيم ستيب اب مع مدام سميره الخضيري. نبدا بقى كده نبص بصه سريعه على الجيم ونعمل بقى ايه. وفي عندها مشاكل صحيه هيناسبها قوي الكباتن متخصصين وفاهمين ودارسين. احنا من احسن الكباتن هنا في بورسعيد. وتعالي شوفي بنفسك جربي قبل حتى لو تفعلي الاشتراك وهتشوفي بنفسك كل حاجه. يعني بصراحه يا جماعه انا والله فوجئت بقيمه الاشتراك. يعني في الجيمات التانيه انا بلاقي مبالغ اكتر من كده بكتير، بس هنا بجد نظافه وامانه، والاشتراك يعتبر في متناول الجميع، وتعتبر في منطقه يعني ما بين ال 5000 يعني منطقه سعوديات بتضم عده مناطق يعني في بورسعيد. طبعا البورسعيديه هم اللي هيعرفوا العناوين دي، منطقه ال 5000، منطقه التعاونيات، منطقه برجب والقمصان، شباب الخريجين، وبرده تعتبر قريبه من مناطق الزهور. واهم حاجه في الجيم كمان هتكلم عن الموضوع دوت، الخصوصيه لكل واحده تيجي عارفه اللي هي في مكان امان، نظافه، نظام، ترتيب المواعيد، الاشتراك بالكارت بتاعك بكل حاجه، نظام في كل حاجه. واهم حاجه لما مفيش كاميرات ولا في تصوير. اي واحده تبقى خايفه من التصوير او الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، مفيش اي تصوير نهائي، مفيش اي حاجه. احنا بس النهارده جايبين التصوير عشان مرور السنه على الافتتاح، لكن احنا ما عندناش تصوير خالص. وكل المتابعين وكل الناس اللي كانت تشترك عارفه الموضوع ده، مفيش اي خصوصيه بنتك التاني. يعني انا يا جماعه بمناسبه كلام مدام سميره، انا حبيت اصور كده ولو ثواني كده ان شاء الله البنات الصغيرين، فهي ما رضيتش، فقالت لي لو عايزه تصوري يعني صوري يعني هاتي بس مجرد الرجلين بس كده من تحت وهم بيلعبوا التمارين. وده فعلا اللي حصل، لان فعلا ممنوع التصوير وانت في امان طول ما انت هنا في جيم ستيب اب. والكلاس عباره عن تمارين ورقص شرقي وفتنس ايروبكس كل حاجه، وفي زومبا، وفي تمارين على شد الجسم، بنشتغل على مقاومه الحديد والدمبلز. يعني في حاجات كتير قوي هتعجبك المكان وهيعجبك الكباتن وهيعجبك كل حاجه. الكباتن عندنا اهم
حاجه اللي هم دارسين وفاهمين شغلهم ويتعاملوا معاكي. يعني كل واحده تبع جسمها، اللي عايزه نحافه هنتخنها، اللي عايزه تخسس هنخسسها، كل حاجه شغالين عليها. تعالي بس وجربي وشوفي المكان، وبما يرضي الله نتعامل معاكي في كل حاجه وخصوصيه وكل حاجه. وعندك في كمان حجره للغيار الملابس الشخصيه بتاعتك، اللوكر معاكي، الدولاب اللوكر معاكي لتغيير ملابسك الخاصه، كل حاجه خصوصيه. تعالوا جربوا. والله يا مدام سميرة انا مبسوطه جدا ان انا معاكي النهارده والله العظيم. يعني طبعا انا مبسوطه كمان الباشمهندسه مها ان هي معايا، ومدام هناء الشاور مدام انا والله العظيم بشكر كل الموجودين، بشكر كل الموجودين عندي في الجيم ومنوروني النهارده وشرفوني. حقيقي من احسن الناس في بورسعيد ومن احسن الناس في منطقه الزور بالذات. شباب الخريجين اللي 5000 حتى المشتركين اللي معايا، بسم الله ما شاء الله عليهم، الاحترام والاخلاق بقى كانهم اصحاب واخوات وكل حاجه. وهم انت هتيجي وهتجربي معايا وهتشوفوا معاملتنا ازاي. عايزه اضيف لكلامك يا سميره ان كل واحده بتيجي الجيم هنا بتبقى مثلا عندها مشكله معينه، يعني اللي تخينه زي حالاتي كده، في واحده رفيعه، في واحده عندها مشاكل في الركبه، واحده عندها مشاكل في العمود الفقري، واحده عزكم الله يعني وشافنا الله وعافانا جميعا عامله عمليه، او مثلا موصوف لها علاج طبيعي. ويا جماعه كل حاله وليها التعامل مع الحاله. الكباتن اللي موجودين كباتن على كفاءه عاليه وتخصص طبعا تربيه رياضيه، وبيدرسوا الحاله ويعني بيوصفوا التمرينات وفقا لكل حاله بما يناسبها. يعني اللي حسب اللي حسب اللي يناسبك. وكمان احنا بنخصص الجيم بالحاجه كمان يا جماعه، اللي تعبان، يعني ربنا يشفي كل مريض يا رب، اللي تعبانه من الكانسر او عندها اي مشاكل في الصدر او في اي مكان فيه كانسر، بعد الشر عليكم يعني الكباتن بتتعامل معاكم. واللي اكيد اللي فاهميني اللي هم بتوع امراض الثدي بالذات، الدراع بيكون تعبان عاملين فيه عمليه، الدراع ده كمان الكباتن الدكتور اصلا ذات نفسه بيقول لك لازم تعملي علاج طبيعي على الدراع. فالكباتن تعالي وجربي، الكباتن هتعمل لك علاج طبيعي على دراعك وعلى كل حاجه. هم متخصصين وفاهمين ودارسين يا جماعه. شرفونا ونورونا في المكان. ربنا يجعله كده ادم السعد عليك يا مدام سميره. وانا برضو بضم صوتي لصوت مدام سميره، وبدعو كل واحده بورسعيديه وساكنه قريب من المكان هنا ما تتردديش وتعالي بسرعه جيم ستيب اب. ستيب اب يعني للسيدات فقط، للسيدات والبنات للامان. يلا بينا كلنا نخطي خطوه للامان ونيجي جيم ستيب اب مع مدام في القناه. نشترك ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. احد السيدات الفاضلات اللي هنتعرف بيها وهتقول لنا هي جايه هنا جيم ستيب اب ليه. اولا نتعرف بيكي. انا مدام سلوى، ولية امر شهد بنتي هنا. بصي انا كنت بدور لبنتي على جيم، لان بنتي المشكله عندها هي مش يعني كتير، مش تخينه قوي، بس الفكره عندها ان يعني عضلات جسمها اي مجهود كانت بتحس بتعب، يعني مجهودها قليل. فالمهم صاحبتها قالت لها تعالي نروح جيم وكده وندور. قلت لها لا مش اي جيم، لان انا بسمع حاجات كتير. فانا هي صممت لان هي جنب المدرسه بتاعتها، لان دي مدرستها. فجت هنا فقلت لها لا انا هاجي معاكي، لان انا يعني بنتي يا دوب من المدرسه انا معاها في كل خطوه، فانا بسمع كتير. فجيت فباباها قال لها لا خلاص طالما. وبناتي ليا بنوته في سنه 5 والتانيه مخلصه كليه، والحمد لله ان لقيت هنا الطلبين عندي للعلاج للنحافه والتخسيس بنتي، وان شاء الله البنوته الثالثه هجيبها بس اما تخلص برضو امتحاناتها، لان طمنت للمكان جدا ولاقيه هنا متخصصين لعلاج جميع الحالات اللي عندنا، وربنا يكرمهم ان شاء الله وبالتوفيق. عايزه اسالك سؤال برضو، انتوا بقالكم هنا قد ايه؟ والوقت ده جاب نتيجه معاكي ولا لسه النتيجه مش ملموسه؟ لا هو النتيجه ملموسه، لان انا شفت فعلا انا بنتي اتحركت. انا كنت بوديها في اماكن تانية بس ما كانش فيه الاهتمام اللي انا لقيت النهارده، ان هم متابعين كل اللي موجودين بان هم يتحركوا فعلا الحركه الصحيحه والمتابعه في كل الاحوال. ربنا يكرمهم. ايه هنا بقى ما قلتليش؟
هو أنا مش كتير بصراحه، بس انا لقيت ان الموضوع ده محسوس عندي، لقيت بناتي والله بيتحركوا فعلا. شكرا لك يا مدام، وربنا يخلي لك بناتك وتجيبي بقى اختهم الثالثه. ومعانا دلوقتي بنتين من المشتركين هنا في الجيم، اتعرف بيهم وهيقولوا لي تجربتهم مع جيم ستيب اب. اتفضلي حبيبتي نتعرف بيكي. انا اسراء كمال. ازيك يا اسراء، عامله ايه؟ في سنه كام؟ انا في اولى معهد فني سياحه اسماعيليه، عندي 19 سنه. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. امسكي المايك نتعرف بيكي يا روحي. أنا شهد رفعت، برضه زيها في معهد فن الصحة في سنة أولى. برحب بيكم طبعا. هنبدأ بشهد بإسراء، وهتقول لنا تجربتها مع الجيم هنا. اتفضلي يا إسراء. والله يعني جيم ستيب اب يعني حاجه بجد بجد انا ما كنتش متوقعاها خالص، برغم ان انا رحت جيمات كتير وكانت فيها حاجات كتير قوي، يعني كان فيها معدات كتير وكباتن كتير وكلهم كانوا بيتابعوني، بس ما خسيتش زي ما خسيت ان انا في ستيب اب. يعني اول ما دخلت وكده في مجرد شهرين انا حرفيا نزلت كتير جدا. يعني انا كان وزني يعدي 98 وكده. انت هنا في الجيم من امتى تقريبا؟ بالظبط بقالي شهرين. يعني في الشهرين دول انا حرفيا اتغيرت 180 درجه. كل هدومي اللي كانت ضيقه وخلاص بقى وحشه ان انا ما ينفعش اخرج بيها كواحده مسلمه يعني، واخلاقي ما تسمحليش ابدا ان امشي بيها، حاليا كل هدومي دي بقت واسعه لدرجه انا مش كنتش متخيلها نهائي. وان الجيم حرفيا بيدينا كل سبل الراحه. التصوير ممنوع التصوير في الجيم باي سبل من يعني اي طرق، ما ينفعش تصوري صوره لوحدك حتى، لان الجيم هنا بيعتمد عن الامان، وانه هنا كلهم فريندلي مع بعض. يعني ما شفتش حد مثلا يقول ايه لا انا الكابتن وانت اللي هتيجي تشتغلي معايا، لا بالعكس الكابتن بتقول انتوا اخواتي تعالوا اشتغلوا زيي ومش عارف ايه، وبنضحك وبنهزر وبنعمل ايام ترفيهيه كتير جدا. وكل الريفيوهات اللي على الستيب اب جيم بجد يعني بتبقى فوق التوقعات من كتر حلاوتها، خاصه ان كابتن نيفين كمان بتشتغل معانا بجد بطريقه يعني بتتعب وبيطلع عينيها معانا، بس ما بتتكلمش وبتحبنا وبتهزر معانا، واحيانا بتفصلنا عن التعب والوجع القلب وبتاع، وتلاقينا بنرقص مع بعض ونهيص مع بعض وكل يعني لو حد فرح الباقي كله يفرح له. يعني هنا ستيب اب دي عيله مش مجرد جيم وخلاص بجد. يعني انت عارفه انا كنت عايزه اقول لك بس انت جاوبتيني قبل ما اسالك. يعني كنت عايزه اسالك ايه بقى، يعني هل الاستفاده الوحيده ان انت مثلا بتعملي تمرينات رياضيه وخسيتي، ولا دي حاجه بتخرجك من مود الحياه والضغوط بقى والحياه الصعبه وجو مثلا المذاكره والامتحانات فهماني؟ أيوة فبتحسسك ان انت ايه بتاخدي طاقه ايجابيه وكده. يعني احنا كطلبه وكده بيبقى علينا ضغط كبير جدا، يعني من كل حته، من ان احنا لازم نروق وان احنا لازم نذاكر وان احنا لازم نبقى حاجه كبيره وان احنا فهنا بنيجي بجد مش مجرد ان احنا نفصل ونقعد وبتاع، لا احنا بنتحرك ونروح ونتنطط ونعمل. وكمان احسن حاجه في الجيم هنا ان الكابتن مش بتعتمد على الميزان، الكابتن بتعتمد على شكل الجسم. تمام. لان حتى في ناس ممكن تخس في الشكل الجسم بس تفضل وزنها هو لان تقل العظم مع تقل الكتله العضليه مع أيوة. فبتفضل هي وزنها، بس شكل الجسم هو اللي بيتغير. وبجد انا كنت الحاجه الوحيده اللي شاكره لها هنا بفضل ربنا ثم تعب كابتن نيفين معانا، وطنط سميره صاحبه الجيم بجد عامله يعني حاجه ذوق. وبصراحه انا ما شفتش زيها. يعني هي بتبقى اختي لينا، اخت كبيره لينا وصاحبه لينا، هي وكابتن نيفين بجد احنا ما نقدرش نستغنى عنهم نهائي. يعني ده يا حبيبتي يا إسراء اللي أنا كنت بتكلم فيه من شوية، إن الكابتن بتحدد الحالة اللي قدامها وعلى أساسها بتعمل التمرينات. لأني مثلا في بنات مثلا مليانة من منطقة مثلا الأرداف والوسط وكده، في ناس تانية مليانة من المنطقة اللي فوق، فاهماني؟ فهي بتحدد التمرينات على اساس مثلا شكل الجسم او حسب احتياج الحاجه. فانت برضو قلتي نفس اللي انا بقوله، ان هي مش بتعتمد على الوزن. يعني ممكن انا اخس لكن ومعانا كابتن نيفين، الكل عمال يقول كابتن نيفين، فنتعرف بقى عن قرب بكابتن نيفين. عرفي الجمهور المشاهدين بيكي ودراساتك ايه وكورساتك ايه وتخصصك هنا في الجيم ايه. اتفضلي. أنا كابتن نيفين الناغي، حاصلة على كورس التدريب الشخصي. يعني حبيت إن أنا أطور من نفسي، والتحقت إن أنا أخدت كارنيه النقابة للمهن الرياضية، وأخدت كورس مساج
فانا دلوقتي لما باجي امرن حد عشان برضو خدت تاهيل واصابات رياضيه، وبعرف ان انا بتعامل مع الناس. لو حد جالي بشوف لو عنده اصابه بيشتكي من حاجه، بتعرف الاول لو في عنده مشكله، عشان لو عنده مشكله في تمارين معينه ما ينفعش يعملها. بالظبط. فبالتالي ان هو مثلا لو حتى في فقرات، في الم في ظهره، في رجليه، بقدر ان هو حتى لو مش قادر يعمل جنب عالي بخليه يمشي في المكان بحيث ان هو ما يضغطش على الركب ويحصل له الم. تمام. وبتعامل برضو بالنظام الغذائي اللي بيناسب كل واحده، بتعمل لي الانبادي بتاعها، وبشوف القوه العضليه بتاعتها قد ايه والدهون قد ايه، عشان لازم انزل الدهون وازود الكتله العضليه عندها لو العضلات عندها ضعيفه. فبحاول ان هي حتى لو عندها ارتخاء في اعصابها او كده بعمل لها تمارين تقويه برضو. وبحاول ان انا ما بزودش في الاوزان لو هي عندها مشكله في ايديها او في فقرات رقبتها، بتبقى التمارين يعني مناسبه لكل واحده. يعني انا ممكن تيجي لي اطفال، ممكن يجي لي كبير، ممكن يجي له صغير، كل واحده بتاخد التمرينه اللي تناسب ليها بحيث ان هي تساعدها انها تيجي الجيم. يعني ما تقوليش لا انا تعبت، لا مش هاجي تاني، بحيث ان هي تحب الجيم وتحب تيجي، وكمان تساعدها على انها تحل المشكله اللي عندها. بالظبط. يعني بيعاني من نحافه، من السمنه، ركب مثلا، خشونه، أيوة. انزلاق غضروفي، واحده عامله عمليه، ايا كان بقى السبب. فحضرتك بتحددي الحاله وعلى اساسها بتحددي نوع التمرين. بالظبط. وحسب سنها برضو، حسب ان هي ممكن لو هي بتشتغل غير ان هي مثلا قاعده في البيت متفرغه، يعني نفسيتها لو تعبانه ممكن ان انا ما بحملش عليها برضو الحاله النفسيه. تمام. بشوف نفسيتها ايه الاول برضو. ايوه تمام. عشان ما يبقاش مجهود عصبي مع نفسي ممكن تقع مني في التمرين. فانا برضو لازم ان انا ببقى عارفه كل ده. ميرسي ليكي وتشرفنا بيكي جدا يا كابتن نيفين. ميرسي جدا. نشوف بقى معانا كابتن مين تاني؟ كابتن أميرة. كابتن أميرة محسن. أقول كابتن ولا أقول الشاعرة؟ انت بقى اللي عليكم السلام، وانت اللي هتعرفي الجمهور بيكي يا كابتن أميرة، والأستاذة أميرة الشاعرة الجميلة. اتفضلي حبيبتي. السلام عليكم، أنا سعيدة إن أنا مع حضرتك. عاملة إيه؟ الحمد لله. الحمد لله. أنا أميرة محسن. عايزة تقولي كاتبة ماشي، عايزة تقولي شاعرة ماشي. لا تجيبنا، يلا بس يلا. ومعانا دلوقتي يا جماعة الأجهزة اللي موجودة. مدام سميرة، الجهاز ده قلنا اسمه ايه؟ التراك ده بيخسس المناطق اللي هي البطن والارداف والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت كمان بيساعد على خشونة الركب، بيريح الركب شوية اللي عندها خشونة، بيساعد على علاج خشونة الركب. على علاج خشونة الركب. الجهاز ده مميز بكده، يعني عندك اصابات، عندك حاجة الكابتن بس بتطلعك الكابتن بمقدار معين بوقت معين، هي اللي بتعرف كل واحدة. لما الكلاس بيبقى عبارة عن ساعة ونص، فيهم تمارين وزومبا وفتنس ورقص شرقي وكل حاجه، والدمبلز ده كمان مهم. الحديد الاول هنا الجهاز ده المشايه. المشايه دي برضك بنسخن بيها الاول 10 دقايق كده قبل ما الكابتن تشتغل معاها. بتنظم ضربات القلب، بتساعد على التخسيس، بتنحف الارداف والبطن وكل حاجه. تمام. جهاز المشايه ده جميل جدا ما شاء الله. عندنا ايه كمان؟ الدمبلز. عندنا الدمبلز ده برضك الدمبلز ده برضك بيساعد على بتلعب بيه اثناء التمرين، بتساعد بيه برضك كل دون اثناء التمرين. كل وزن، كل مشتركه بتشيلها الوزن اللي على قد جسمها. كل واحده ولها وزن معين. يعني انا بصي هاتي لي اخف حاجه وشايلها. هو طبعا ما الكابتن بيشوفك وتشوف العضلات بتاعتك بتنفع اوزان طبعا، اوزان مختلفه. كل واحده لها وزن معين. كل واحده لها وزن معين. اثناء التمرين بتبقى بتشوف كل واحده وبتعملها الحديد المناسب لها. عشان الحديد ده برضك بيشد الجسم وبيشد الترهلات، ما بيبقاش عندك ترهلات في منطقه البطن ولا الارداف ولا الحاجات دي كلها، وده اهم حاجه. يعني امال الكور دي ايه؟ الكور دي برضك بيلعبوا بيها. دي الكور دي كلها حديد تقيله جدا والله. الكور دي كلها. نحاول نحرك واحده كده. مش هتقدري تشيليها والله. زي الحديد، زي الدمبل. لا هي تقيله فعلا. بس في 2 كيلو، في 3 كيلو، في 4 كيلو طبعا. دي متهيألي كيلو. لا دي مكتوب عليها 2 كيلو. دي برضك تبع كل واحده وجسمها. الكابتن بتشيلها الاوزان دي. الاوزان دي مهمه جدا، اللي بتشد الدراعات وبتشد البطن وبتشد كل حاجه. لو عندك ترهلات شباب خارجين الظهور عند جامع الشيخ منعم امام مدرسه الغرفه التجاريه.
انا اتشرفت بيكي جدا يا مدام، واتشرفت بالكباتن الحلوين وحتى الناس اللي كانوا موجودين، يعني ناس كده جميله وظريفه وعلى فكره في كباتن تانية بس هي بتتكسف تتكلم وبتتكسف يعني في اكتر يعني كباتن تانية غير اللي احنا استضفناهم، بس بقى يعني هم دول ما شاء الله عليهم هم دول في الاصابات وكل حاجه. كل واحده بتعرف تشتغل عليها ازاي. بشكركم جدا اعزائي المشاهدين، ومش عايزه اوصيكم تشتركوا في جيم ستيب اب بتاع مدام سميرة الخضيري، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتشيروا وكمان لايك وكومنتات. وفي نهاية الفيديو الشكر الكبير قوي وحبيبة قلبي مدام فاطمة الشوة، اللي لازم قبل ما انهي الفيديو تقول لنا فيديو خارجي ما ينفعش من غير مدام فاطمة الشوة. وعلى فكرة احنا دلوقتي استنينا لما الناس كلها مشت وبدأنا نصور جوه صالة الجيم، عشان أصلا كل مكان مكتوب فيه ممنوع التصوير، فاحنا استسمحنا بقى مدام سميرة وصورنا جوه الجيم بعد ما الناس مشت. برحب بك يا قطم. اهلا وسهلا يا حبيبتي. قلبي عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي كلمتين للجمهور. كلمتين للجمهور. انا بعرفش اتكلم بس ايه هقول لكم والله العظيم بامانه المكان هنا ما شاء الله جميل جدا جدا جدا، وانا هاجي بس انا هاجي والله. المكان جميل جدا والناس هنا بصوا انا عارفه البنات من على الفيس طبعا الاكتريت اللي موجودين الكباتن هنا عارفيني فانا حباهم قوي قوي قوي، وان شاء الله هاجي باذن الله. والمكان هنا تحفه كله جميل. انا ما بعرفش اتكلم، وطبعا احلى ما في المكان المهندسه مها وسميرة الخضيري، وتشرفت بكم جميعا، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. بشكركم